عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة هنعمل ايه؟ هنعمل تتبيلة الدجاج. تتبيلة الدجاج. ده دجاج فيليه فراخ دجاج، ودي التتبيلة. ويلا بينا يلا بينا. بصوا بقى، انا قطعت الطماطم وبصل وشطة، وهنحطها فين؟ هنحطها في الكبة. بسم الله، هنحط في الكبة ونضرب ضربة كده. يلا. ونحط ملح، معلقه صغيره كده، ومعلقه فلفل اسمر مش كتير، ما تكتريش عشان انا حاطه ايه، حاطه شطه. وهنضربها في الكبه واجيلكم. بصوا بقى، انا ضربتها هي في الكبه. هنشيلها ونحطها في طبق كده. استنوا اهوت، حطيتها في طبق كبير. هنجيب الدجاج اهوت، بسم الله، وهنحط كل الكميه بتاعه الدجاج اللي انا خلياه. تمام. و ونعمل كده. اهم حاجه اعملي كده، تبليها تتبيله محترمه. بسم الله، سموه وصلى على النبي، واللي يصلي على النبي ايه يكسب، عليه الصلاه والسلام. هكمل وارجع لكم ثواني اهي. ومعلقه خل بقى كده جميله. وخلاص، ادي المرحله الاولى خلصناها. ندخل على المرحله الثانيه. بصوا بقى، انا هنعمل ايه حبايب قلبي. دي باميه من اللي انا كنت حطاها في الفريزر مفرزاها، وده فريش طماطم، وده بصل، وده ملح، وده فلفل اسود. بس كده هعمل باميه. يلا بينا طريقه الباميه. بصوا بقى، انا خرطت البصل. يلا. وعلقت هنا على البوتاجاز. هنحط معلقتين زيت، اي زيت متوفر عندك. حلو. هنسيبه يقدح. انا بستخدم دايما زيت. حلو. سيبيه يسخن شويه. وهنا قرن فلفل كده. الزيت قدح. هنحط ايه؟ البصل. بسم الله. صلوا على النبي يا جماعه، صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. هندي التقليبه الحلوه. نقلب لحد ما اللون يصفر. وهنا كل المكونات، ادي الباميه وشطه، طماطم فريش، ملح، وفلفل اسمر، وادي البصل. يلا اديله ادي. بصوا بقى هنا يا جماعه، اللون بدأ يصفر اهو. تمام. انا مش عايزاها يعني غامقه، انا عايزه البصل يبقى ايه، يبقى لونه اصفر كده عشان يدي يبقى طعمه مسكر كده ايه في الاكل. يبقى جميل جدا لما بيبقى ايه، مصفر كده. حلو الكلام، كلام جميل. يلا بسم الله. هنجيب الطماطم الفريش انا ضربها وهنحطها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. ونديها تقليبه جامده كده. بسم الله برضو. بصوا هنا يا جماعه، مكعب مرق حطه، مكعب عادي. الله. واديله تقليبه. ماشي. وناخد القرن الفلفل دوت، ونروح بسم الله هنا. سيبوه شويه مع الصوص وكده. معلقه ايه، معلقه فلفل، قصدي ملح. فلفل ايه، ملح يا عسل، ملح اللي واخد عقلك يا بات. ونديها تقليبه. ومعلقه فلفل، ده الفلفل بقى مش كتير عشان انا حاطه شطه وكده، انا ما بحبش الشطه كتير، المعده. ونديها تقليبه جامده. بسم الله. انا عايزاكم تشتركوا في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل حاجه حلوه وكل جميله. يلا يا جماعه، انتوا ما بتعملوش لايك ليه؟ اللي بيسمع الفيديو اعملوا لي لايك يا جماعه. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، واعملوا لايك بالله عليكم. خليني بقى ايه، احبكم. يلا. بصوا حبايب قلبي، تعالوا تعالوا تعالوا. دي الباميه اللي انا مفرزاها معاكم في فيديو من الفيديوهات. انتوا لو دخلتوا شفتوا تفريز الباميه. هندخل هنا، بدا ايه، يتسبك. هنحط الباميه بقى بسم الله على طول. بسم الله. انا ايدي نظيفه وبحب استخدم ايدي كده على طول. بسم الله. هنحط بقى الكميه الباميه دي كلها. انا ايدي زي القشطه اهي. خلاص كده تقليبه.
ونسيبها مع نفسها. يلا هنبدأ المرحلة التانية. بصوا حبايب قلبي، ده الدجاج اللي انا تبلته من قول ساعة كده. هنحطه فين؟ هحطه في طاجن بايركس، صينية بايركس. ده التتبيلة. فاكرين الدجاج المتبل؟ هنحطه في البايركس. ويلا هقول لكم نعمل ايه. حطيته هنا. يلا بينا، يلا هنشوف هنعمل ايه. يلا يلا يلا. بصوا بقى، انا مولعه النار. اعوذ بالله من النار. هنحط شويه ايه، نقطه زيت كده خفيفه. ده طاجن بايركس او صينيه بايركس، اي حاجه، او صينيه عندك اي حاجه. نحطها على النار مباشره بسم الله، ونسيبها ونهدي عليها الايه النار. هتبقى احلى صينيه. ممكن اعمله بانيه، يعني احمره بالفيجيتار وكده، لكن انا عايزاه صينيه زي ما انا بقول لكم كده على البوتاجاز. حلو الكلام. حطيتها على البوتاجاز وهدي النار وسيبيها مع نفسها. هنعمل ايه؟ هنعمل رز. هنحط معلقتين زيت، وهنا الدجاج اهوت حطاه على البوتاجاز ياخد وش. بصوا انا هحمر نص ونص. ده اسمه رز حبه وحبه، اللي هو ايه، حبه وحبه كده. انتوا عارفين وانا بعمله دايما، انا بحب اكله حبه وحبه، بتخليه اصفر كده وتحط بقيه الرز عليه. وده الدجاج، وهنا الباميه، وهنا الرز. هحمره وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي، حط شويه ملح نديها التقليبه الحلوه. حط بقى الميه.